المباراة. نعم يا يوسف. نعم مشاهدينا الكرام، يعني احنا حابين ان نستمر وياكم بمشوار حلقتنا الصباحي وهذه التغطية المهمة للاعبي منتخبنا الوطني العراقي. زميلنا فارس الوهامي أخذنا إلى جولة في محافظة المثنى لدعم منتخبنا الوطني العراقي أمام المنتخب الكوري الجنوبي. خلونا نتابع. الرياضيين لكل مشجعي المنتخب، مؤازرة المنتخب والحضور والمؤازرة، مو فقط الحضور، لأن احنا نشوف بعض المباريات تصير فقط حضور بدون مؤازرة. هاي مباراة كلش مهمة، مباراة بداية الطريق إلى كأس العالم. فوز منتخبنا الوطني على المنتخب الكوري، خاصة إذا فازت عمان على الأردن، راح تكون فرصة جيدة بالتأهل وتكون مباراة حاسمة في ملعب القويس مع الأردن. مؤازرتنا ومساندتنا الأسود الرافدين في مبارياته المقبلة ضد المنتخب الكوري وضد المنتخب الأردني. حقيقة يعني المباراة لا تخلو من الصعوبة، باعتبار ضد المنتخب الكوري اللي يعتبر من المنتخبات آسيا المتقدمة وعنده خبرة اللعب في كأس العالم، وأيضا صعد كأس العالم أكثر من مرة. أنا متفائل بالنسبة كرياضي، أنا متفائل لنتيجة مباراتنا مع كوريا، وإن شاء الله تنتهي بشكل إيجابي، خاصة ونحن كعراق يعني تاريخنا يقول أنه دائما نترشح من رحم المعاناة. طلع الجماهير العراقية المؤازرة لأسود الرافدين بكل شغف ليوم الخميس للقاء المرتقب بين المنتخب العراقي ومنتخب كوريا الجنوبية. نأمل كثيرا ونعول كثيرا على أداء أسود الرافدين. نعلم أننا بالمركز الثالث اليوم، كوريا هي بالمركز الأول، لدينا فريق المنتخب الأردني بالمركز الثاني. نعلم جيدا أنه المتأهل لبطولة كأس العالم 26 بأمريكا هي الفريقين الأول والثاني، والثالث والرابع راح يلعبون على مركز الحظ بالثالث.